السلام عليكم ورحمة الله. ها نحن عدنا من جديد بعد غياب مبرر. طبعا قبل أن يتم تحميل أي فيديو فهو يأخذ القليل من الوقت لتحري المعلومات وكل البيانات لتكون المعلومات دقيقة، خصوصا وأن القناة تتميز بمصداقية. موضوع اليوم خاص بالطلاب الذين لم يحالفهم الحظ ولم يتوفقوا في الحصول على فيزا للالتحاق بالدراسة بالخارج نظرا لقلة مواعيد المقابلات في أغلب السفارات. أولا أحب أن أخبر طلابنا الأعزاء أن تأخير الفيزا لا يعني البتة ضياع السنة الدراسية، بل هناك دورتين في السنة. بعد سبتمبر أكتوبر تبدأ الدورة الربيعية في شهر مارس إن شاء الله. في هذا الفيديو سأقدم لكم طرق التقديم للجامعة والتأشيرة معا. هناك طريقتين، الأولى وهي عن طريق مكاتب الاستشارات التعليمية وتكون بمقابل في حدود $2000 وما فوق. أما الطريقة الثانية فهي الدخول للموقع الرسمي للجامعة والاستفسار من خلال البريد الإلكتروني الخاص بها. عند الدخول إلى موقع الجامعة ستجد أوقات بداية فتح التسجيل وكذلك نهايته، بالإضافة إلى كل البيانات المطلوبة لتسجيل الطالب. للعلم، بعد تقديم الملف يكون هناك امتحان القبول كتابي وشفوي في الغالب عن طريق سكايب أو جوجل ميت. الامتحانات تكون مدفوعة مسبقا في أغلب الجامعات، وبعد الاجتياز يظل هذا القبول مشروط بالنقط المحصل عليها في آخر سنة دراسية للصف 12. بالطبع كل دولة تختلف عن دولة أخرى، بل وفي نفس الدولة هناك اختلاف بين الجامعات، سواء من ناحية شروط القبول أو المصاريف الدراسية التي تختلف بدورها حسب التخصص الذي يرغب الطالب فيه. وعموما بالنسبة للدراسة في أوروبا فإن مصاريف الدراسة تختلف بنسب قليلة، وبالنسبة إلى غاية اليوم حسب استعلامي فإن أغلبية الطلاب يتجهون إلى جورجيا، هنغاريا، تشيك وبولندا، خصوصا الطلاب الذين يسعون للدراسة باللغة الإنجليزية. بعد مرحلة القبول النهائي للجامعة تأتي مرحلة التقديم على التأشيرة الدراسية. هنا أقول أن مكاتب الاستشارات التعليمية لها فائدة مهمة هنا، حيث أنها هي التي تقوم بكل الإجراءات حتى تجهيز الملف الذي يقدم للسفارة، بالإضافة أنها تتكفل بالبحث عن إيجار السكن للطلاب. بالنسبة للملف الذي يتم تقديمه للسفارة يكون على الشكل التالي: ملء طلب للسفارة، رسالة من الجامعة بقبول الطالب، حجز سكن للطالب، التأمين الصحي في أوروبا بحدود 30,000 €، صورة من جواز السفر، صورة شخصية، وأهم هذه الوثائق يكون الحساب البنكي للضامن أو لكفيل الطالب مع شهادة الراتب، بالإضافة إلى وصل دفع قيمة الدراسة للفصل الأول. بهذا نأتي إلى نهاية فيديو اليوم، وأتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلاب. إلى الملتقى إن شاء الله.